حطي النشا على القرنفل وفتحي المنطقة الحساسة وكامل جسمك. من اول 20 دقيقة هتاخدي نتيجة فورية لتفتيح المنطقة الحساسة. لو انت عروسة الوصفة دي هتناسبك جدا. لو في اي اسمرار عندك في المنطقة الحساسة او كامل جسمك، هقولك النهاردة على طريقة سريعة جدا جدا هتستخدميها وهتجيب معاكي نتيجة فورية ان شاء الله. من اول استخدام هتحسي بنتائج فورية جدا. وكمان مش هنعالج بس الاسمرار، هنعالج كمان لو في بقع داكنة او في اي التهابات او كمان اي روائح. بجد هتكون يعني دي هتخليكي فله شمعة منورة من كتر ما هي الوصفة حلوة يا بنات. بجد حاجة كده من الاخر خلاصة هتاخدي منها الخلاصة كمان. حاجة كده روعة جدا. بتمنى كلكم تجربوها بطريقة بسيطة جدا، مفيش ابسط من كده، لكن النتيجة فوق الروعة. حاجة روعة ومكونات عندك في البيت هتديكي نتيجة حلوة قوي. الناس اللي كتبت لي على وصفات عشان عروسة، الوصفة دي بجد مناسباكي جدا جدا، وتقدري ان انتي تستخدميها على كامل جسمك بمنتهى السهولة، وكمان هتجيب معاكي نتيجة حلوة قوي. هقولك النهاردة نوصل للبياض الناصع ازاي، وفي نفس الوقت تكاية بسيطة هتخليكي تحافظي على البياض ده وما يرجعش يسمر تاني خالص. التكاية اهم من الوصفة. ليه بقى التكاية اهم من الوصفة؟ علشان هتخلي النتيجة اللي انت هتوصلي لها بالوصفة تفضل مستمرة معاكي. بجد هتستمر معاكي بشكل حلو جدا لو عملتي التكاية دي. اعملي الوصفة واعملي التكاية دي بسيطة قوي، لكن هتحافظ لك على النتيجة اللي انت وصلت لها مدة طويلة جدا جدا. بالله عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ان شاء الله كده تاخدوا الثواب معايا وتجمعوا اكبر صلاة على النبي. وبالله عليكم بحب دايما افيدكم، يا ريت انتوا كمان تقفوا جنبي وتحطوا لي لايك. اللايك ببلاش يا جماعة، مش هتتعبي في اللايك، بس اللايك هيرفع الفيديو، هيخلي غيرك يشوف الفيديو ويستفاد منه. على فكرة انا كمان ما باخدش فلوس على اللايك ولا حاجة، انا ببقى عايزة ارفع الفيديو بس واحس ان انا فدت اكبر عدد من الناس. فانتي مش هتخسري اي حاجة، حطي لي لايك وانتي بتتفرجي كده، ربنا يسعدك ويفرح قلبك ان شاء الله. دلوقتي طبعا زي ما قلت لكم المكونات الاساسيه معايا النهارده هي القرنفل والنشا، لكن هنستخدمهم ازاي؟ هي دي بقى الحاجه الاهم من الوصفه. اول حاجه هجيب القرنفل، وطبعا كلنا عارفين القرنفل اهو، ده شكل القرنفل وهو خشن او المسمار في بعض الدول. لو ليه اسامي تاني يا ريت نقول عليها في الكومنتات حبايبي، ساعدوني كده واكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم كده. بحب دايما اقرا كومنتاتكم عشان بتشجعني جدا على الوصفات اللي بتفيدكم. اول حاجه كده حبايبي هجيب معلقه من النشا معايا النهارده اساسي، والقرنفل، لكن المكونات اللي باقيه هقول لكم برضو عليها. هجيب كده معلقه من النشا، ركزي معايا كده عشان عاوزاكي تشوفي كل الوصفه، اوعي تفوتي حاجه من الوصفه والتكايه الاهم اللي هعملها بعد الوصفه. وهاخد معلقه من السكر الابيض الخشن عادي، وهبدا ان انا اخلطها كده على السريع مع النشا. وكمان معايا دقيق الرز انا بجيبه بصراحه مطحون كده، بيكون اسهل عليا. انا مرات بطحنه طبعا لما ما بيكونش متوفر عندي، وانتي لو مش متوفر عندك ومش عاوزه تشتري، اطحني الرز المصري عادي في المطحنه بتاع البيت وانخليه مرتين كده عشان يديكي النعومه بتاع الدقيق الرز. بس هو بصراحه اسهل واحسن، انا كده كده بجيبه يعني، فباخد منه بيكون اسهل عليا. هاخد منه معلقه مليانه، وعلى فكره ماركات كتيره يعني في السوق ومش غالي خالص. لو عاوزه تسهلي على نفسك هاتيه مطحون. انا بحب اسهل عليكم الوصفات كده، وبتبسط جدا لما تكتبوا لي رايكم في المكونات وكمان الوصفه يا بنات. بالله عليكم دايما بحب اقرا كومنتاتكم كده، يا ريت تشجعوني لاني بحب افيدكم جدا. دلوقتي يا ست الكل معاكي اختيارين، معاكي تحطي معلقه قهوه سريعه الذوبان او بن. انا معايا شاربه كوبايه قهوه اهي، هاخد طبعا القهوه او البن اللي انا مش هنرميها نستفاد بيه.
انتي ما شربتيش قهوه، خلاص خدي معلقه او نص معلقه من القهوه سريعه الذوبان او البن. وطبعا دايما خلاص انتوا حفظتوا معايا القهوه معايا هنا مش محوجه، مش متضاف لها اي بهارات، عشان ما تلخبطليش في الوصفه ومكونات الوصفه بتاعتي. مركزين معايا كده لغايه كده اهو؟ المكونات بسيطه قوي قوي، بس عاوزاكم تبقوا مركزين معايا علشان بتسالوني في الكومنتات حاجات كتير جدا جدا ببقى قايلها في الفيديو، فبستغرب انتوا بقى ما شفتوش الفيديو ولا كمان كسلتوا، وبحس ان انتوا هتعملوا الوصفه غلط ومش هتستفادوا، وبكون متضايقه جدا جدا عليكم بصراحه. انتوا يعني حبايبي، والله انا بحب بجد ان انا لما اعمل معاكم حاجة اكون فايداكم جدا. الناس اللي بتقولي انت بترغي، انا برغي علشان اوصل المعلومة، لان بيبقى عليا المسؤولية التامة والكاملة ان انا اوصل لك المعلومة صح، فمش بيكون قصدي اي حاجة، يا ريت تعذروني. دلوقتي حبايبي معايا ميه الورد، ميه الورد الشفافه، ممكن تستخدمي ميه الورد اللي هي بيكون مضاف لها لون كده براحتك، مفيش مشكله يعني، مش هنأزم الموضوع. هاخد كده معلقتين او 3، نشوف الوصفه بتاعتنا هتتجمع بقد ايه. هاخد كده معلقتين الاول وهقلب، وبعد كده على طول اروح ضايفه لو حاسه ان انا محتاجه. طبعا انا هحتاج اهو، لان الوصفه لسه ناشفه معايا تماما، وانا عاوزاها تكون زي الكريم او طريه. هاخد كمان معلقتين، وهشوف انا هحتاج تاني ولا لا. احط شويه بشويه كده واقلب اهو، تقريبا كده مش هحتاج تاني اهو. الوصفه كده تبقى تقيله معايا، كريم تقيل معايا كده علشان يثبت على اي منطقه وما يسيلش مني، فاحنا عاوزينه يكون تقيل كده. ده حاجه روعه يا بنات، روعه في التفتيح بجد، هتديكي نتيجه حلوه قوي. بالله عليكم تجربوه وتقولوا لي رايكم، انا متاكده لو جربتيه هتدعي لي من قلبك، هتشوفي نتيجه روعه مش هتصدقيها، هتدعي لي دعوه حلوه كده، ومش هتستخسري فيا اللايك، وهتحطي لي لايك، وكمان هتشيري الفيديو لكل حبايبك واصحابك علشان يستفادوا زيك. دلوقتي يا ست الكل انا كده حضرت الوصفه، ومفيش اسهل من اللي انت شفتيه ده. شفتي الوصفه كده الاساسيه خلصت. انتوا بقى لو فاكرين معايا ولو مركزين معايا هتقولوا لي انا قلت لكم ايه، هتقولوا لي ان انا قلت لكم ان في تكايه اهم من الوصفه. دلوقتي بقى هنحضر التكايه دي. هنا هناخد معلقه صغيره خالص من النشا، عشان احنا متفقين ان النشا والقرنفل معانا مكونات اساسيه جدا. هاخد معلقه صغيره من النشا، وهاخد كمان بقى التكايه دي، هي اللي من الاخر كده بتفور، بتخلي البياض ده يبقى منور. مش قادره اقول لكم على المكون ده حلو قد ايه، اللي ما جربوش خسر كتير قوي. هتجربيه وهتشوفي قد ايه النتيجه حلوه جدا، واحنا بنشتريه من عند اي عطار موجود ومتوفر في كل الدول. ممكن يكون ليه اسم تاني بس ما اعتقدش يعني. انا حاولت هنا اسال العطار اسمه ايه غير كده، قال لي هي حنه البيضه. الحنه البيضه تحفه تحفه لكل العرايس. كل البيوتي سنتر اللي بيعملوا حمامات مغربي وكده لازم بيدخلوا الحنه البيضه معاهم، لان بتدي نتيجه فوريه وسريعه جدا. كل اللي عليكي هنجيب معلقتين كده من الحنه البيضه، معلقتين صغيرين على الكميه دي. عاوزاكم تبقوا مركزين معايا كده، واللي مركز معايا يكتب لي تحت في الكومنتات انا وصلت معاكي للتكه الاهم، وهي دي التكه الاهم. بخلط كده بقى المكونات الجميله دي اللي هتشوفي منها نتيجه روعه روعه بجد. هخلط كده كويس قوي، وهرجع اخلط بقى. عندك الاختيار، جلدك بيتحسس بلاش، جلدك ما بيتحسسش ممكن تستخدمي
الخل الابيض او خل التفاح ممكن تعجني بيه الوصفه. لو جلدك بيتحسس بلاش خلاص ما تستخدمهمش. انت عارفه كل واحد عارف نفسه. ممكن تعملي حاجه بسيطه كده، كميه بسيطه، وتعرفي على ايديكي لو حسيتي بهرش او احمرار او اي التهابات بسيطه جدا بلاش تروحي شايله الخل على طول من الوصفه، وتستبدليها يا ست الكل بميه الورد حبيبتنا، حبيبه كل الناس، وبتنفع مع كل الانواع البشره، وبتديكي نتيجه حلوه جدا. اهو كل الحاجات قدامكم وانا قايلاها اهو في الفيديو، ما عليكم غير تعملوا بس كده وتشوفوا النتيجه اللي هتفاجئكم من البياض والتفتيح اللي هتشوفوه قد ايه روعه جدا. انت عاوزه ايه؟ كل اللي عليك ان انت تعمليها بنفس التكات اللي انا قلتلك عليها، وانت شوفي احنا عملنا العجينه البيضه دي سحريه. هقولك دلوقتي هتستخدميها ازاي. انت بقى يعني عليك ان انت تسميها لي لما تستخدميها، ارجعي هنا وسميها لي. انا مسمياها العجينه السحريه، بجد بتديني نتيجه روعه. بصوا هي تحسي ان هي ماسكه شويه كده من النشا زي اللبان، تحسي ان هي زي اللبان كده اهو. دلوقتي بقى هحط حاجه من الاتنين، يا هحط زيت الورد يا هحط اي زيت عطري عندك. انا بحب جدا الياسمين ومتوفر عندي، هاخد منه معلقه كده ولا معلقتين. ايه اخلي الوصفه بتاعتي بقى تتخلط كويس جدا جدا وتبقى ناعمه زي الكريم بالزيت بتاعي ده اهو. هو هتحسي ان هو فاصل شويه كده، لكن هو مختلط، هيختلط معاكي لو قلبتيه كويس كده. مش قادره اقول لكم الوصفه دي او التكايه دي بتخلي ريحه الجسم روعه حلوه جدا، وبتثبت ايام، وبتديكي تفتيح رهيب. انت عاوزه ايه غير كده؟ مكونات ما تدفعيش فيها فلوس كتير، تديكي نتيجه تعطلك جسمك وتفتحهولك، وتديكي حاجات فوريه وسريعه ونتائج فوريه وسريعه. هتكوني عايزه ايه من الوصفه غير كده بقى؟ وانا هكون عاوزه ايه منك غير دعوه حلوه كده وتشجيع منك في الكومنتات وشير للفيديو ولايك كمان. وطبعا بقولك نورتيني، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي. وحبايبي طبعا اللي منوريني يا ريت يكتبوا لي دايما في الكومنتات. بعد ما خلطت كده المعلقتين احاول ان انا ادمجهم كويس كده اهو بالطريقه دي، وهتبقى معاكي العجينه لزجه كده، وهو ده المطلوب. بصوا اهي دي المطلوبه ان انت تعملي العجينه او توصليها لكده. طيب بقى نيجي بقى للخطوه الاهم اللي هي الاستخدام يا ست الكل، عشان نبقى عملنا الوصفه صح واستخدمناها بالطريقه الصح اللي هتنجحها لك وهتديكي النتيجه اللي بحكي لكم عليها من اول الفيديو. انت يا ست الكل لو هتستخدمي الوصفه دي على المنطقه الحساسه، على كامل جسمك، على اي منطقه، هتروحي طبعا نشطف عادي خالص، ننضف المنطقه، ولو فيها شعر لازم نكون زايلين الشعر علشان تشوفي النتيجه بنفسك. على طول على طول بنروح حاطين الماسك الجميل ده من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، بنسيب الماسك ده زي ما قلت لكم كده، وبعد كده نشطف وننشف. وعلى طول بقى التكايه ده انت بتستخدميه من مره لمرتين في الاسبوع، مش هتحتاجيه اكتر من كده، وهتوصلي لنتيجه حلوه جدا جدا في التفتيح زي ما حكيت لكم. بقى بلاش اكتر اكتر من كده. والتكايه بتاعتي دي بقى انت بتستخدميها ككريم، كريم بتدلكي بيه المنطقه اللي انت عملتي لسه فيها الماسك ده واتغسلت وبقت زي الفل، بتروحي واخده من الكريم ده ودهنه ومدلكه، عامله مساج كده للمنطقه. بتدلكيه مره واحده قبل ما تنامي وتسيبيه على المنطقه. ممكن تحسي شويه بالنشا كده او بتتضايقي من النشا، ممكن تغسليها، لكن انا يعني لو عملتيه اعمليه قبل ما تنامي، ولو عايزه تغسليه اغسليه الصبح مره واحده كدهان موضعي، سهله وبسيطه ومش متعبه خالص، وان شاء الله تعجبكم لما تجربوها. وهستنى ردكم في الكومنتات. اشوفكم حبايبي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.